مرحبا ومرحبا مرحبا بكم على الرفض. تخيل هذا دولي هذا والله. إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم قائم لك بين يديك. عبد السلام بن مشيش دفين هذه الأرض الطيبة بجبل العلم إقليم العلائش لمشاركتكم إحياء هذه الذكرى الدينية من جهة، ومن جهة ثانية إحياء صلة الرحم والتأكيد أواصر القرابة والروابط التاريخية الموحدة التي تجمع كل المغاربة تحت لواء بيعة واحدة وإمارة واحدة للمؤمنين يحرسها عاهل البلاد والضامن وحدتها وأمنها واستقرارها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال في عمره. رفع البرقية الملكية السامية للسلطة العالية بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار. مولاي صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين وسبط النبي الأمين دام لمقامكم وسدتكم العالية بالله العز والنصر والفتح المبين. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد من الله بالنصر والتمكين. وبعد، بعد رفع ما يليق بمقام مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أوثق فروض الطاعة وأسمى آيات الولاء المشفوعة يا مولاي بالمحبة والوفاء وصدق الإخلاص الدائم والمستمر في التعلق بآداب العرش العلوي المجيد زاده الباري تعالى عزا ورفعة وشموخا. يتقدم يا مولاي خادم الآتاب الشريفة محب الجناب المولوي السامي نبي البركة أصالة عن نفسه وعن الشرفاء العالميين وأتباع المشيشية الشاذلية برفع أنبل آيات الشكر وعظيم الامتنان يا مولاي على حسن الرعاية والعناية المولوية السامية التي يوليها مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين لمقام القطب مولانا عبد السلام بن مشيش وللشرفاء العالميين. هذه الزيارة المباركة اليوم لها الكثير من المقاصد والأبعاد الدينية والوطنية، وتتجلى في بعدها الديني في إحياء صلة الرحم بين الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وشمالها، وتتجلى كذلك في بعدها الوطني على أن معظم قبائل الصحراء يمتد أصولها إلى شمال المملكة المغربية، ومنها من يمتد كذلك إلى أقصى شمال المملكة المغربية، وهذا دليل قوي على الوحدة الوطنية بين جنوب المملكة المغربية وشمالها.